حب الزنا وكثرة التفكير فيه والرغبة القوية التي يجدها الإنسان المسلم في نفسه والتي تدفعه دفعا قويا نحو الوصول إلى هذا الأمر المحرم علامة قوية جدا من علامات وجود شيطان معتد في البدن. شيطان عاشق للحرام معتد في البدن. قد يقول قائل: هل هناك شيطان عاشق للحلال؟ أقول لا، ليس هذا هو المقصود. هناك شيطان يسمى بالمس العاشق أو الشيطان العاشق الذي يعشق صاحب البدن، لكنه يعشقه لنفسه، يحبه لنفسه فيمنعه عن الزواج ويقتل شهوته تجاه الآخرين. أما هذا الشيطان المعتدي العاشق المعتدي عشقه إنما يكون لا لصاحب البدن ولكن يعشق الحرام، فيدفع صاحب البدن الذي يسكنه نحو الحرام. ولهذا نقول كثرة التفكير بالزنا والرغبة فيه ومحبة هذا الأمر، نسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية، إنما هو بسبب وجود شيطان عاشق في البدن. والعلاج يكون بكثرة قراءة سورة النور والاستماع لرقية المس العاشق والإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. وهذه العلامة حقيقة علامة خطيرة جدا، إذا لم تعالج قد ينال الشيطان ما يصبو إليه ويقع هذا المصاب المسكين في الحرام من حيث يدري ولا يدري. ومع ذلك دائما نقول على الإنسان أن يبحث عن تشخيص الحالة التي يعاني منها حتى يقطع أسرع طريق من طرق الشفاء. والله تعالى أعلى وأجل وأعلم.